صباح الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى والله تكونوا بخير وعلى خير. المهم البنات، بزاف منكم طلبتوا مني نشارك معكم الكولاجين اللي كناخذ. هذا هو الكولاجين اللي كناخذ البنات، كناخذ فيتال. يلاه درتو في الكاس وتفكرت بلي خصني ندير معكم فيديو، حتى ما نديرش فيديو في الوقت، حيت هذا درت 2 معلقات. غنوريكم المعلقات اللي درت، وخصو واحد شويه عاد نشربو، يعني واحد دقيقه على الاقل. عبرت بهذه ديال الحليب دولدي، ها انتم باش تشوفوا الشكل ديالو. عبرت بحال الحليب بهادي. اللي ما عندوش هادي مثلا يعبر بمعلقه الكبيره ديال لاصوب، كيدير 2 معلقات، يدير 2 معلقات في كاس ديال الماء. المهم البنات، انا غادي نخليه واحد شويه بلا ما ساليت معكم الفيديو. قلت لكم هذا الكولاجين اللي كناخذ البنات، كناخذ فيتال. هذا كولاجين بحري، فيه البحري وفيه الحيواني. انا نوبه كناخذ البحري، نوبه كناخذ الحيواني. كل نوبه شنو كناخذ؟ شنو الفرق اللي بيناتهم؟ البحري البنات سريع الامتصاص، الحيواني شويه بطيء. البحري كيخدم بالخصوص على الوجه، على التجاعيد، على نضارات البشره، الشعر، الظفار. الحيواني كيخدم على الجسم كامل، على المفاصل، على المفاصل ديالنا، وعلى البشره كذلك. البنات انا كنعطيكم نصيحه بالنسبه اللي ما يقدروش ياخذوا مثلا هذا الكولاجين فيتال. تقدروا تاخذوا اي نوع، غير شنو خصكم تشوفوا البنات؟ اول حاجه يكون على الاقل هنا، على الاقل هذا فيه 12 غرام، على الاقل يكون فيه 200 عفوا 200 غرام، على الاقل يكون فيه 10 غرام، لان الجسم ديالنا كيحتاج 10 غرام من الكولاجين يوميا. البحري فيه 12 غرام، الحيواني فيه 20 غرام، حيت كما قلت لكم كيخدم على الجسم كامل. خصكم تشوفوا يكون هيدروليزي يعني كيمتصوا الجسم ديالنا، ولا يكون مكتوب فيه بيبتيد، كولاجين بيبتيد البنات ضروري، يعني هذا سهل في الامتصاص. وخص واحد الحاجه اخرى البنات تشوفوها فيه، خصكم تشوفوا فيه واش فيه فيتامين سي. كاين الكولاجين اللي كيحتوي على فيتامين سي، كاين الكولاجين اللي كيحتوي فيه فيتامين سي، فيه السيلينيوم، فيه الزنك، فيه ميم اسيد الهيالورونيك كاين. غير انا كناخذ هذا ما فيه حتى شي حاجه البنات. علاش؟ حيت انا كناخذ فيتامين سي بوحدو، وكناخذ سيلينيوم، وكناخذ لي كومبليمون اليمونتير الاخرين. الوغ الا خديت هذا مثلا فيه لي كومبليمون اليمونتير وفيه الفيتامين سي وفيه السيلينيوم وانا كناخذ، يعني غادي يكون داكشي كثير على الجسم ديالي. لهذا كنفضل ناخذو بلا ما فيه حتى شي زياده، ما فيه لا فيتامينات لا والو. البنات الا كان كيحتوي على فيتامين سي مزيان، الا ما كانش كيحتوي على فيتامين سي خصكم ضروري تاخذوا معاه فيتامين سي البنات. راه الا ما خديتوش معاه فيتامين سي بلا ما تاخذوا الكولاجين. الفيتامين سي كيسرع وكيحفز الامتصاص ديال الكولاجين، لان الكولاجين صعيب باش يمتصوا الجسم ديالنا. المنافع ديال الكولاجين حنا كاملين عارفينهم. كنعرفوا النضاره للبشره، كنعرفوا كيعطي واحد الاشراقه، كنعرفوا كيأخر لنا التجاعيد البنات. راه بصح كيأخر التجاعيد. دابا عندي تقريبا هاد لا مارك هادي فيتال، هادي دابا عندها 9 شهور وانا كناخذها. كنت كناخذ قبل واحد لا مارك اخرى كنجيبها من فرنسا. غير دابا كل نوبه كتكمل لي خصني ندير كوموند ونستنى واحد 2 سيمانات بحال يطلع لي الدم. بقيت كنفضل نمشي مباشره للفرماسيان ولا نمشي للبارا ونشريه ونجي. ولا مارك بنات فرنسا اللي كنت شاركتها معكم راني حاطه واحد الفيديو كنتكلم عليها البنات، حتى هي زوينه وغزاله. المهم البنات كيف قلت لكم المنافع ديال الكولاجين كامل المنافع، وكنصحكم به لان فوقاش غادي نبقاو نشوفوا لي زيفي ديالو على طول الامد. وخصكم ضروري تستمروا البنات. الا كنتي غتشربي غير وحده من هذه، مثلا هذه فيها شحال 200 غرام 221 غرام، وغتشربيها وتجي تقولي ايوا انا شربته ما دار لي والو. ما غيدير لك والو اختي، وراكي غير ميتي فلوسك مع السرجم. البنات الا كانت الامكانيات على قد الحال، انا غادي نعطيكم واحد النصيحه. مثلا غتوفروا واحد شويه ديال الفلوس، وكي تمشيو تشريو اي نوع تاع كولاجين ولا اي نوع ديال كومبليمون اليمونتير كيما بغا يكون، ولا حتى سوان ديال الوجه ديالكم، كتشريو منه بليزيور. بحال مثلا الكولاجين وحده كوني متاكده ما غدير لك حتى شي نتيجه. كنشريو 3 4 5 6، الا قدرنا نشريو 6، يعني واحد الكيور ديال واحد شهرين 3 شهور، باش ما تجي تسالي لنا نكون موجده في ليسات باش نولي نشري وحده اخرى. حيت الا شريتي وحده ولا زوج وشربتي ووقفتي واحد الشهر ولا شهرين، راكي كترمي اختي فلوسك. راه ماشي البرودوي اللي ماشي مزيان، راه نتيا الاستعمال انت اللي ما عرفتيش تستعملوها البنات. المهم البنات، هذا ها هو عندي هنا داب. شوفوا كي ولا كيف قلت لكم. دابا شنو غندير انا؟ غناخذ معاه فيتامين سي. البنات فيتامين سي راه زوين وانتي اوكسيدون البنات، وكيحارب حتى هو الشيخوخه، وكيحارب الجذور الحره، راه غزال. وكان ديما كنصحكم تشربوه، وكنشربوه في الصباح. الكولاجين البنات كناخذوه في الصباح على مائده خاويه، مازال ما فطرتوش. كناخذوه على الاقل ساعه قبل الفطور، يعني كي تفيقي الصباح سيري مباشره ليه وشربيه.
البنات اللي كيشربوا القهوه بحالي، بحال انا كنشرب بزاف القهوه، كي كناخذوا الكولاجين كنستناو تقريبا واحد 3 ساعات عاد كنشربوا القهوه. الناس اللي مضروبه كتشرب القهوه، انا كنشرب بزاف القهوه كحله، عاد كنشربوا القهوه لان القهوه كتعرقل لنا الامتصاص ديال الكولاجين. انا كنصح الكولاجين ديما نشربوه مع الماء، ما ديروه لا في عصير، ما ديروه لا في لاسوب، ما ديروه حتى في شي حاجه، ولا في دانون ولا تخلطوا، شربوه مع الماء. والبنات كي تكونوا تشربوا الكولاجين كديروا كيور ديال الكولاجين، شربوا الماء بزاف، حاولوا على الاقل تشربوا 1.5 لتر ديال الماء، لان الماء كيحفز امتصاص ديال الكولاجين. فيتامين سي البنات، بسم الله. البنات بلاتي ونكملوا، راه ما فيه حتى شي مذاق، ما فيه حتى شي مذاق. هذا بالضبط اللي كناخذ فيتال البنات اللي كناخذ راه فيه مثلا المذاق ديال الفريج وفيه مذاق الشكلاط. ما كنصحكمش تاخذوها البنات، لان اللي كيكون زايدين فيه المذاق كتكون زايدين فيه السكريات، وحنا كنعرفوا السكريات راها ضد البشره وضد يعني ضد البشره، وكتخرج لنا على البشره ديالنا. فلهذا خذوه بدون مذاق، خذوه بحال هكا نيوتر، ما فيه حتى شي مذاق، حيت راه كتشربوه بحال كتشربوا الماء، ما تخافوش منه، راه زوين، ما كيديرش في ليستوما، ماشي ثقيل على ليستوما. المهم البنات انا كنصحكم الكولاجين راه غزال بزاف، دخلوها البنات في لا روتين ديالكم، لان كي كنبغيو نعتنيو بالبشره ديالنا راه خص ماشي غير حاجه وحده وصافي غادي هي تعطينا النتيجه، خص وحده 2 3 4 واحد الروتين متكامل. واللي ما عندوش الامكانيات على قد الحال يدير لي واحد الروتين صغير. غنعطيكم مثال، انا في واحد الفتره من العمر ديالي فاش كنت صغيره البنات كنت كناخذ لي كومبليمون اليمونتير، ما كنتش كنعتني بالبشره، يعني ما كنتش كنشري يعني دي برودوي البشره ديالي على برا، مثلا لي سوا ولي اونتي اج. كنهضر على واحد لا بيريود قل من 20 عام، فهمتوني؟ كنهضر على واحد لا بيريود قل من 20 عام. شنو كنت كنشرب غير لي كومبليمون اليمونتير، والله العظيم. وكنت كنشرب اكثريه، كنت كنشرب سيلينيوم، كنت كنشرب الزنك، كنت كنشرب فيتامين ا، فيتامين سي. انا كما قلت لكم ديما كنشربو، والسيلينيوم كنت ديما كنشرب انا لي فيتامين لي كومبليمون اليمونتير ديال السيلينيوم ديما كنشربهم. ملي كنت صغيره والله العظيم، ملي كنت كنقرا في الكوليج وانا كنشربهم، راهم غزالين وكيأخروا البنات التجاعيد. والسيلينيوم حتى هو اونتي اوكسيدون، راه غزال بزاف. فيتامين بي راني شاركتو معاكم، غزال كناخذو ملي وانا صغيره. يعني شوفوا انا دابا البنات عندي 40 سنه، راه على الاقل عندي واحد 20 سنه وانا كناخذ في الفيتامينات لي كومبليمون اليمونتير، كناخذهم نو ستوب. يعني كنشرب كنوقف نرتاح الجسم ديالي واحد شهرين، وكنولي نعاود عاوتاني ناخذ لي كومبليمون اليمونتير. البنات راهم مهمين بزاف، لان كنقولوا التغذيه كتكون من الداخل باش كتبان على البشره ديالنا، عاد كنبداو نتخيطيو في البشره ديالنا. المهم البنات ها نتوما غير باش تشوفوا البنات، ها والله العظيم راه ما فياش التجاعيد، اللهم لك الحمد، كنحمد الله ونشكره. ما عنديش الحمد لله التجاعيد، ما عنديش التجاعيد. علاش؟ حيت كنت كناخذ من بكري، من وانا صغيره كنت كناخذ لي كومبليمون اليمونتير. غادي نعطيكم واحد السر عليا. كنت صغيره كنت كنمشي نتبع عند الطبيب ديال الجلد سميتو دكتور بن حمد في وجده، بنات وجده راهم كاملين عارفينه. كنت كنتبع عنده انا عندي 12 عام، سنين وانا متبعه عنده حتى جيت لهاد البلاد السعيده هذه البنات. هو كان ديما كيعطيني الكومبليمون اليمونتير لان كان عندي مشكل في الميلانين، وكان ديما كيقول لي باش تقوي الجهاز المناعي ديالك كيعطيني دي كومبليمون اليمونتير. ولي كومبليمون اليمونتير ان شاء الله غنشارككم معكم، باقا لدابا كناخذهم البنات، باقا لدابا راه فاتت البنات اكثر من 20 عام وانا كناخذ لي كومبليمون اليمونتير ديالو. فيهم سيلينيوم، فيهم فيتامين ا، فيهم فيتامين بي، فيتامين سي، الزنك، الكويفر، مهم بزاف البنات. وهما سبحان الله انا كنت كنداوي واحد الحاجه وبلا ما نكون عارفه، يعني بلا ما نكون عارفه كنت كنخدم على البشره ديالي. سبحان الله العلي العظيم، كنت كنخدم على البشره ديالي. فدابا الحمد لله يعني داكشي كامل اللي خديته باقا مستمره عليه والحمد لله كما قلت لكم. المهم التجاعيد الحمد لله يعني ما كاينينش دوك التجاعيد اللي غادي دوك التجاعيد اللي باينين واللي غارقين واللي باينين. المهم الغزالات ديالي هذا هو الفيديو ديال اليوم باش بلا ما نطول عليكم. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو البنات، اللي جربت شي حاجه ما تنساش تبارطاجيها معايا، حيت كنبغي نعرف الاراء ديالكم، سواء كانت زوينه سواء كانت خايبه. يعني اي حاجه استعملتوها او جربتوها من اللي انا نصحت بها كنتمنى انكم تبارطاجيو معايا النتيجه كيف ما بغات تكون. البنات بارطاجيو هذا الفيديو مع خواتاتكم، مع العائله، مع الحباب، مع الصحاب، يمكن يفيدهم. وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد. نهاركم مبروك.